اهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. النهارده هنحل مع بعض الامتحان بتاع محافظة اسيوط. اول حاجة هنحل المحادثة مع بعض. هلو سارة، what are you doing here؟ بتقول لها هلو هبة ونقط. جت لها reading a book وسؤال، راحت جت لها it's about pyramid at Giza. وهنا سألتها سؤال وردت عليه، هتقول لها have you ever visited the pyramids ونقط. وهنا بعد كده سألتها سؤال وردت جت لها I visited them last holiday. how did you go there؟ تعال نحل مع بعض. أول حاجة بتقول لها what are you doing here؟ ماذا تفعلي هنا؟ فراحت قالت لها I am reading a book، ولازم هنا نستخدم زمن المضارع المستمر. بعد كده راحت جايت لها it's about the pyramid at Giza، عن الأهرامات في الجيزة، فأكيد سألتها الكتاب ده بيتكلم عن ايه، يبقى نقول what is it about أو what about is it. جايت لها have you ever visited the pyramid؟ هل زرتي الأهرامات؟ الإجابة هتكون yes I have. رقم 4 الإجابة بتقولها I visited them last holiday، أنا زرتهم الأجازة اللي فاتت، فهتبقى when did you visit the pyramids؟ امتى زرتي الأهرامات؟ الإجابة رقم 5 بتقول how did you go there؟ كيف ذهبتي؟ هتقولها I went there by car، أنا ذهبت بالعربية. تعال نشوف قطعة الكومبرهنشن. we should do our best to keep the نقط safe and clean. لازم نعمل الأفضل للحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة. we shouldn't cut down the tree because they absorb carbon. لازم ما نقطعش الأشجار لأنها بتمتص الكربون. we should reduce using fossil fuels، اللي هو نقلل من استخدام الحفريات. we also should use cleaner forms for energy. we must avoid، طبعا احنا عارفين ان بعد avoid بيجي الفعل مضاف له ing. هنسيب قطعة قراءة ونخش على الاختياري. نقط is a land that is below the area around it. دي أرض تمام منخفضة، فهيبقى منخفض، والإجابة رقم B. رقم 2 there are a lot of traditional arts in Egypt. the word traditional here traditional يعني ancient، الاتنين معناهم قديم. السؤال رقم 3 a نقط is a small plant which has started to grow from the seed، هتبقى seeding. رقم 4 to make the adjective from the word success، هتبقى successful يعني ناجح. رقم 5 to be famous and rich، عشان تكون مشهور وناجح أو غني. you should be a taller، كلمة taller معناها work hard، تعمل بجد. the synonym of the word true is correct. true يعني صح و correct يعني صح. نيجي بقى للتصحيح الغلط. a list of modern wonders writing. هنا بيقول السؤال ده صيغة مبني للمجهول، فالماضي بتاع المبني للمجهول هيبقى was زائد التصريف الثالث هيبقى was writing. رقم 2 I didn't go to the theater until احنا عارفين ان بيجي قبليها ماضي تام منفي، وبيجي الناحية التانية بعديها ماضي تام، فهيبقى had finished. رقم 3 if he نقط flying he would يبقى الحالة التانية وهنستخدم الماضي، هتبقى didn't hate. رقم 4 he told me that it نقط a holiday next day مستقبل، فمش هتبقى will، هتبقى would be. my family plan احنا عارفين ان plan هتاخد بعديها to زائد المصدر. ربنا معاكم ويوفقكم. لو اول مرة تشوف الفيديو بتاعي اعمل سبسكرايب وبعت الفيديو لاصحابك.